سبتمبر 1969 قررت مصر انها تبعت قوات على الحدود الليبية، وده عشان تدعم ثورة الفاتح او حركة الفاتح او انقلاب الفاتح، واللي عمله الشاب معمر القذافي ضد الملك السنوسي. وقتها كل الاشارات والاتهامات كانت بتتوجه لجمال عبد الناصر ان هو سبب الحركة دي، وان معمر القذافي مجرد اداة، وده اثبتته الاحداث بعد كده، لدرجه ان مره معمر القذافي كان مجتمع بعبد الناصر في القاهره، وعبد الناصر احتد عليه وقال له اسكت يا معمر، طول ما انا موجود ما تتكلمش. عايز تعرف هل القذافي كان اداه في ايد عبد الناصر؟ وايه تفاصيل الموقف اللي عبد الناصر فيه زعق للقذافي؟ انا جرجس فكري بتاع سياسي. بيقول الكاتب الصحفي أنيس منصور في كتابه من أوراق السادات إن بعد نكسة 1967 حكى له الرئيس أنور السادات وقال له إن عبد الناصر وقتها كان مدعو لحضور القمة العربية في الخرطوم، وكان رايح وهو منكسر وخايف جدا من رد فعل الملوك اللي وقف ضدهم، وكان يقصد ملوك ليبيا والسعودية لأنه كان ليه مواقف عدائية معاهم. وبيحكي كمان أنيس منصور بيقول إن السادات حكى له إن عبد الناصر لما راح القمة اختلف الوضع، ولقى ان السعوديه وليبيا بيدعموا مصر. يعني مثلا ليبيا دعمت مصر، وبالتحديد الملك السنوسي دعم عبد الناصر ب 30 مليون جنيه. السادات كمان بيقول لأنيس منصور ان فعلا لما خلصت القمه عبد الناصر قال له يا انور كفايه نغلط في الناس دي، احنا الناس دي كنا فاهمينها غلط، فلازم بعد كده ما نغلطش في الملك السنوسي او ملك السعوديه. لكن اللي حصل عكس كده، ما عداش سنتين الا والملك السنوسي بره الحكم، وكل الاشارات والاتهامات كانت بتقول ان عبد الناصر غدر بالملك السنوسي وساعد القذافي ان هو يطيح بالملك السنوسي. لكن هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ الاجابه بيقولها سامي شرف سكرتير الرئيس جمال عبد الناصر في شهادته، بيقول ان ليبيا كانت محور اهتمام عبد الناصر، لان ليبيا في عهد الملك السنوسي كان فيها قواعد عسكريه اجنبيه، وفعلا عبد الناصر كان بيدعم اي حركه تقف ضد الاستعمار في ليبيا. يعني مثلا كنا بندعم حركه عمر المختار في الجيش، لكن حقيقي احنا ما كناش نعرف القذافي وما دعمناهوش، وعبد الناصر اتفاجئ بيه في سبتمبر 1969. لكن بعد ايام من حركه الفاتح قرر عبد الناصر ان هو يدعم ثوره القذافي، وحرك قوات مصريه عند الحدود الليبيه كانت مستعده انها تخش تدعم القذافي في اي تحرك، وكمان ارسل وفد مصري رفيع المستوى عشان يدعم القذافي في شؤون الحكم. لكن برضه السؤال برضه بيطرح نفسه، هل عبد الناصر غدر بالملك السنوسي رغم انه وقف مع مصر بعد النكسه؟ الاجابه بيجاوبها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، اقرب صحفي لجمال عبد الناصر، وبيقول الكلام ده مش صح، لان الملك السنوسي لما تم الاطاحه بيه بعت لمصر وبعت لعبد الناصر جواب بيقول له انا عايز اجي مصر ويبقى ده مكاني اللي استقر فيه. وفعلا عبد الناصر استجاب له وكلم القذافي واقنعه ان من مصلحته ان الملك السنوسي يجي مصر ويكمل حياته في القاهره، وفعلا استجاب القذافي لكلام عبد الناصر. لكن برضه هل عبد الناصر كان قادر يسيطر على القذافي؟ الاجابه بيقولها فتح الديب، العقل المدبر لعبد الناصر في اثناء الثوره الليبيه، وبيقول في كتابه عبد الناصر والثوره الليبيه ان عبد الناصر كان قادر يسيطر على القذافي، لدرجه ان مره عبد الناصر استدعى القذافي ان هو يقعد معاه عشان يحطوا خطه للزراعه في ليبيا، وفعلا جاب وزير الزراعه المصري وقتها واتكلموا. لكن عبد الناصر اتضايق جدا لان القذافي كان بيقاطع كل كلمه بيقولها عبد الناصر او وزير الزراعه وقتها، فلدرجه ان عبد الناصر اتضايق منه وقال له كفايه يا معمر، اسكت، لما انا اتكلم او الوزير يتكلم ما تتكلمش، احنا بنعمل ده عشان مصلحتك. لان عبد الناصر كان بيتعامل مع القذافي ان ابنه وان هو عايز يدعمه عشان ينجح. لكن انصار الملك السنوسي بيتهموا عبد الناصر حتى الان انه غدر بالملك، لانه كان بيساعد اي حركه انقلابيه جوه الجيش، وده كان بيعمله في كل بلد بيحكمها ملك، رغم ان الملك السنوسي كان راجل طيب وفعلا ساعد عبد الناصر بعد النكسه. في نهايه الفيديو، هل انت فعلا شايف ان القذافي كان اداه في ايد عبد الناصر ولا لا؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، وتابعنا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.